قصة الملك والصخرة. في أحد العصور القديمة كان هناك ملك حكيم أراد أن يختبر شعبه ليرى من يستحق ثقته. قرر أن يضع صخرة كبيرة في منتصف الطريق المؤدي إلى قصره، واختبأ مع بعض حراسه خلف الأشجار ليراقب ردود فعل الناس. مر تاجر غني فرآها فتذمر قائلا: لماذا لا يزيل الملك هذه الصخرة؟ إنه لا يهتم بالطريق ولا بالناس. ثم مضى في طريقه دون أن يفعل شيئا، وجاء بعده فارس قوي وقال لنفسه: من المفترض أن الجنود يعتنون بهذه الأمور، ليس من شأني. وترك الصخرة كما هي، وواصل الناس المرور من أمام الصخرة، وكل يشكو أو يلوم غيره، لكن لم يحاول أحدهم تحريكها، حتى جاء رجل فقير يحمل على كتفه كيسا من الخضار. توقف، أنزل الكيس وحاول بكل قوته أن يزيح الصخرة من الطريق. تعب كثيرا، لكنه لم يتوقف حتى نجح في تحريكها إلى جانب الطريق. وعندما عاد ليأخذ كيسه، وجد كيسا صغيرا من الذهب تحت المكان الذي كانت فيه الصخرة، وبداخله رسالة كتبها الملك: هذا الذهب مكافأة لمن أزال العثرة عن طريق الناس، أنت وحدك من استحقها. العبرة: كثيرون يشتكون من العقبات، لكن القليل من ينهض ليزيلها. في كل عقبة قد يكون هناك كنز مخفي لا يكتشف إلا بالعمل والإصرار.